فيش وسيبيني اعملك كل العلاج اللي انت محتاجاله. وفعلا سبت روحي خالص ورحت في عالم تاني، وبدأ يتعامل معايا بطريقة العلاج بتاعته والمساج والكلام ده. وكان في كام جهاز كده معاه علشان يساعدوه في علاج ظهري. وفي يوميها أنا نسيت خالص إن هو دكتور وأنا مريضة، وتعامل معايا بالطريقة اللي المفروض الواحد يتعامل بيها مع مراته. وساعتها أنا ما حسيتش بنفسي إلا وأنا مبسوطة قوي وبتجاوب معاه في كل اللي بيعملهولي. وحسيت ساعتها إن أنا روحي ردت ليا تاني، لأنه كان بيتعامل بطريقة فيها حنية، فيها روح وفيها حياة، على عكس طريقة جوزي اللي كرهني في حياتي كلها. بعد ما خلصنا قال لي خدي بقى الأدوية دي كمان كمسكنات وكده، والميعاد المرة الجاية لما تحسي ان انتي مرتحتيش. ومشيت وما كلمنيش تاني خالص. وبعدها انا كنت بحاول اكلمه، كان يكلمني ويسألني على ظهري بس، وبعدها يقفل على طول. لحد ما حسيت بعد شهر ان هو ولا فاكرني ولا فاكر اللي حصل بينا. وانا كنت قلت خلاص الحياة بدأت تبتسم لي وكده، واني انا واحدة طايرة على السحاب. فضلت قاعدة مستنية يكلمني يقولي تعالي مرة تانية، مفيش. رحت انا حجزت ورحت هناك، واول ما كان عليا الدور ودخلت لقيته بيبصلي ويقولي لو سمحتي ما تجيش هنا تاني، وما تحاوليش ان انتي تاخدي علاج طبيعي هنا تاني. اتصدمت من جملته وقلت له ليه بس؟ ده انا كنت فاكرة ان اللي حصل ده قربنا قوي من بعض والحياة ابتسمت لي والدنيا بقت تمام. قال لي لا، انا دكتور مش قواد، مش بعمل الحاجات دي. انا نسيت نفسي المرة اللي فاتت وانا دكتور وليا سمعتي، واسف طبعا على اللي حصل ده، دي كانت غلطة وعدت وراحت لحالها. لو سمحتي ما تجيش هنا تاني وروحي لأي دكتور تاني، وآسف مش هقدر أكشف عليكي مرة تانية. أنا اتصدمت صدمة عمري. أنا كنت فاكرة خلاص إن الدنيا ضحكت لي، وبقيت قادرة إن أنا أعيش حياتي زي ما أنا عايزة مع حد بيحترم آدميتي ويعاملني على إني واحدة ست ليها إحساس ومشاعر وكيان وكل حاجة. الكلام ده كله اتبخر في لحظة أول ما شفته وهو بيكلمني. حتى ما كانش راضي يبصلي وكأنه خجلان مني ومن اللي حصل معايا. طب ازاي الست قالت لي هتتبسطي معاه؟ يعني معنى كده ان كل واحدة بتيجي هنا بيتعامل معاها كده مرة واحدة وبيزهق منها ويدور على غيرها؟ معنى كده ان هو مقضيها مع كل واحدة شوية ولا ايه بالظبط؟ انا ما بقتش فاهمة حاجة ولا عارفة ولا مستوعبة هو بيعمل كده ليه، ولا بيعمل كده مع مين وبيسيب مين. الموضوع بالنسبة لي بقى صعب قوي، وانا كمان بقيت حاسة ان الموضوع ما بقاش طبيعي، وان انا المفروض ان اعرف وافهم فيه ايه، لاني انا واحدة زي اي واحدة بتحب المعاملة والعشرة والتعامل الكويس مع الناس. الكلام ده كله حصل في فترة قريبة خالص، والفترة دي من حوالي شهر. حاولت ان انا اروح له تاني، لكن البنت قالت لي حضرتك بلاك ليست. قلت لها يعني ايه بلاك ليست؟ قالت لي يعني ممنوع تدخلي للدكتور، وطلعت لي قائمة كبيرة فيها ناس كتير بلاك ليست. عرفت ان هو واحد هوائي وبيعمل كده مع كل واحدة تجيله. انا ما كنتش هطلب منه جواز ولا هطلب منه اي حاجة تربطه بيا، مجرد بس الراحة النفسية والجسدية والإنسانية اللي بحسها معاه. ده اللي انا كنت محتاجاله. ما تظلمونيش وتقولي انتي حرام عليكي وانتي وتدخلوني النار، لاني انا عارفة ان اللي عملته ده جريمة بس غصب عني. لو حد فيكم عاش اللي انا عشته ما كانش حد لام عليا ابدا ولا قال لي ليه عملتي كده. انا لحد وقتنا هذا نفسي يشيلني من البلاك ليست وارجع له تاني ويتعامل معايا تاني من غير حتى الموضوع اللي مضايقه ده، لكن هو رافض تماما. حاولت كتير ابعتله على الواتس ولا ابعتله على الماسنجر، لكن هو كان بيعمل لي بلوك وكانت ايده سبقاني في كل شيء. انا مش عارفة اعمل ايه ولا عارفة اوصله ازاي ولا عارفة ابطل تفكير فيه
رغم ان انا كنت عارفة ان انا نزوة وعدت، وان انا رقم من الارقام اللي عنده الكتيرة وخلاص عدى عليه وخلاص. يريد كل اللي يسمع حكايتي يقول لي اتعامل ازاي واعمل ايه، ويريد بدون تجريح، لاني عارفة ان انا غلط كبير وعملت حاجة من المحرمات، بس دي مرة من عمري كله. ولحد هنا حلقة النهاردة تكون انتهت. لو عجبت حضراتكم ياريت ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة، فعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وبمناسبة عيد الأضحى حبيت أقول لكم قبل أي حد كل سنة وحضراتكم بألف خير وصحة وسعادة، وإن شاء الله السنة الجاية هتكونوا انتم وحبايبكم على وقفة عرفات بإذن الله. أشوفكم بخير، هتوحشوني قوي. باي باي يا أحلى وأجمل وأحب متابعين في الدنيا. عايزة كمان أفكركم باللايك الجميل. يا رب اللي ما يعملش لايك صباعه يوجعه ويقوم الصبح يلاقيه مدوحس كده ومش عارف يعمل بيها أي حاجة ولا يشاور بيها حتى. بعد الشر عليكم طبعا،